بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم، نبدأ حلقة جديدة. ده كان خزان ميه. بص الخزان الابيض اللي هو ده المكعب ده البرواز اللي بيكون عليه اللي هو بيعمل له دعامه ده انا خدته وعملته الحاجز اللي هو للغنم، وهناخد دي كمان هنعوزها. والحوش كان عندي هنا والسطح كان عندي هنا في، كنت عامل الحوض الكبير ده اللي جواه الحوض الابيض، يعني الحوض ده الحوض اللي هو الحجر ده انا كنت عامله حوض سمك، كنت بربي فيه سمك بلطي. الحوض تقريبا طوله 6 متر وعرضه 1 متر، وعشان الترشيح انا كنت عامله مرتفع عن السقف. يعني لو نزلنا هنا وبصينا في الطوب ده بيتشال، يعني اول الحوض من اول الخشب ده طالع من جوه شويه، وحاطط خشب من جوه الجنب ده. الجنب التاني ده حاطط خشب زي ملة السرير كده، وحاطط مشمع. المشمع ده شمع جامد، والخشب كان بيحمل على الشفة دي زي كده، تكون ماشية للجنب التاني، ماشية للسور التاني. من السور ده للسور ده المسافة دي متر، وطول الحوض ده طوله 6 متر. كنت بربي فيه، بحط فيه، كنت بشتري 1000 سمك لأن ما ينفعش اشتري أقل من 1000 سمك، بس الحوض بياخد 500 سمك. كان بيطلع في حدود 120، من مثلا من 80 ل120 كيلو سمك. والبراميل دي برضو كنت عاملها نظام الدوتش باكت، هوريكم صورة برضو هنزلها لكم على الشاشة هنا. دي كنت عاملها نظام دوتش باكت، كنت زارع فيها عنب وتفاح، وكان العنب كان بيطرح لكن التفاح لا. كنت جايب تقريبا 20 برميل من ده وحاططهم بالطول كده وعاملهم خط دوتش باكت. فكنت حاطط السن اللي هنا ده كنت بزرع فيه، بس السن ده كان بيرفع البي اتش بتاع المية، فغيرته وجبت اللي هو السن بتاع اسمه ايه، نسيت اسمه والله. السن بتاع السلالم اللي بيتعمل منه السلالم، الرخام ده، وغيرت ده وحطيته تاني، وحطيت التاني واشتغل معايا حلو. لكن المشكلة في الحاجات دي الحمل على السطح ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا ما كنتش فاضي، يعني ربنا لو هو اكرم يعني ووسعت المكان، خدت مزرعة ايجار في مكان هنا في اسماعيلية، في القاهرة، في الريف الاوروبي، في اي مكان، هعمل كل الانشطة دي بقى. نروح نودي دي بقى في الحوش عند الغنم. بس طبعا لما سبت القاهرة لما اشتغلت في القاهرة سبت كل الكلام ده ففضل. والبرميل الابيض ده كنت عامله فلتر، البرميل ده برضه كنت عامله فلتر، ده فلتر بيولوجي وده فلتر ميكانيكي. وكنت عامل حوض زرع اللي هو الحوض اللي على الارض الصغير ده، كنت عامل اللي هو نظام الساند بونيك عملته شوية، ونظام الاكوا بونيك عملته شوية، وكان مش شغال معايا حلو. هنا انا كنت مطلع الغنم بره في الشارع شوية عشان ياكلوا بره، لان الحوش جوه سايبه يتهوى شويه لان بيوحل، فكنت مطلعهم في الهوا ياكلوا شويه ويقفوا شويه في الهوا بره. ولان كده كده مفيش اكل ان انا اسرح عشان اكل، يعني هو انا بروح احش برسيم واجيب لهم برسيم ياكلوا في الحوش. فطبعا ما بيفضلوا في الحوش على طول، لا مؤاخذه بيعملوا بيشخوا وكده، بيعملوا ميه، بيعملوا حمام في الحوش، فالحوش بيوحل، بيبقى طينه يعني. فبطلعهم بقى بره مثلا الصبح شوية ساعتين 3 ياكلوا في الشارع كده عشان احافظ على الحوش يعني. هنا الخروفين الصغيرين دول مطلعين عين النعجة دي، قاعدين يجروا وراها كده زي بعشروا فيها، هما بيلعبوا، وطبعا هي عش قاعدة تجري قدامهم طول النهار كده، تفضل تلف 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 لما طلعوا عليها، يا تنام يا تجري، يا تنام يا تجري، انما تقف تاكل زي بقى الغنم كده ما. وغلبت معاهم، حبستهم شويه وبعد كده طلعتهم. بفضل قاعد كده لما ما يقربوا منهم اضربهم كده بالعصايه، بس خفيف كده برضو، ما فيش، ما وصلتش معاهم لحل. ربنا يسهل شويه كده ويتعزلوا لوحدهم علشان يتعلفوا. هما كده دلوقتي دول عمرهم شهرين واسبوع، ان شاء الله مثلا شهرين ونص او 3 شهور هيتفطموا، وبعد كده امهم تروح المراح او تعشر في الخروف اللي بيسرح معايا بتاع صاحبي. بص مطلعين عيني.
دي الحديدة بتاعة البرميل اللي هو السبورت بتاعه، جبتها وعدلتها انا وابن عمي. اشترينا الهدوم الشتوي للخرفان الصغيرة عشان البرد. انا عندي الهدوم القديمة قطعت الكمام بتاعتها ولبستها لهم كده. هو ماشي من هنا كده المكان ده قطعت منه حتة صغيرة لرجلي الشمال وحتة لرجلي اليمين، وبعد كده لبستها له وطلعت رجله من هنا من الحتة اللي انا قطعتها. وطلع على مقاسه بالظبط، لان ده اللي كان عنده اسهال وخد العلاج والبرد او الاسهال نشف خالص، ما عندوش اي اسهال وتمام، وخد حقن وخد فيتامينات وبقى تمام. بس هي المشكله في البرد شويه بس، فايه قلنا نظبطه كده كده بالليل بينام في مكان دافي، بندخله في الاوضه اللي انا عملتها، هي بيكون فيها شباك مفتوح، لكن الغنم بتكون ملمومه على بعض وبيكونوا دافيانين، فقلنا نلبسه دي بالنهار علشان يتدفى اكتر يعني. شاريها له براند، احسن انواع البراندات.